عمرك سألت نفسك هو الإنترنت ده فين؟ يعني هل في مبنى ضخم في أمريكا أو الصين مثلا في خزان كبير بيضخ منه إنترنت لكل العالم؟ الحقيقة يا حاج أبسط وأغرب بكتير مما تتخيل. الإنترنت يا صديقي مش سحابة في السماء، الإنترنت عبارة عن سلوك كتير جدا ماشية تحت الأرض وتحت المحيطات. وعشان تفهم الموضوع ببساطة تخيل لو عندك جهاز كمبيوتر في البيت وعليه مجموعة كبيرة جدا من الأفلام والمسلسلات والصور، وجيت حضرتك قررت إنك تمد كابل طويل من جهازك لبيت محمد جارك وكابل تاني لبيت محسن صاحبك اللي في الشارع اللي ورا. دلوقتي هم يقدروا يدخلوا يشوفوا الأفلام اللي عندك من غير ما يحتاجوا ينقلوها على فلاشة أو هارد. مبروك يا هندسة، أنت كده عملت إنترنت مصغر في منطقتك. تمام كده. طيب الإنترنت اللي في العالم كله هو نفس الفكرة دي بالظبط، بس على مستوى عملاق شوية أو شويتين أو شوية شويات. في أجهزة كمبيوتر ضخمة جدا اسمها سيرفرات موجودة في مراكز بيانات حول العالم. السيرفرات دي عليها كل فيديوهات اليوتيوب وكل بوستات الفيسبوك وكل معلومات جوجل، وعشان انت توصل للمعلومات دي في شبكة كابلات ضخمة جدا من الألياف الضوئية فايبر اوبتكس ممدودة تحت المحيطات بتربط القارات ببعضها. يعني حضرتك لما بتحتاج تفتح فيديو دلوقتي في إشارة بتسافر من موبايلك عبر أبراج التغطية لأسلاك تحت الأرض لأسلاك تاني تحت المحيط عشان توصل للسيرفر اللي عليه الفيديو اللي حضرتك شغلته بالفعل، وترجع لك تاني في أجزاء من الثانية. بس خليني أقول لك إن الموضوع مادي بحت، لدرجة إن لو كابل رئيسي في المحيط اتقطع في دول كاملة الإنترنت بيقطع فيها أو بيبطأ جدا، بالظبط زي ما السلك اللي أنت مديته لصاحبك لو اتقطع هو مش هيقدر يشوف الافلام ولا هيقدر يشوف الصور والمسلسلات اللي عندك غير لما ترجع تلحم السلك. احنا مش متصلين بهواء، احنا متصلين ببعض بشبكه اسلاك عملاقه جدا محوطه الكوكب كله. الانترنت هو ببساطه طريقه تواصل بين اجهزه الكمبيوتر البعيده عن بعضها. التكنولوجيا هنا مش ان في سحر، التكنولوجيا هنا ان ازاي بنقدر ننقل مليارات البيانات دي في اسلاك بسرعه الضوء ومن غير ما تضيع اي حاجه في الطريق. الانترنت مش مكان بنروحه، الانترنت هو الشبكه اللي رابطه اجهزتنا ببعضها.